السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة هنعمل غدوة حلوة بحبيتين قرنبيط بس. هتعملي صينية غدا حلوة كده، هتتغدي بيها انت وولادك، وكمان اقتصادية وموفرة وطعمها حلو جدا. ولو ولادك ما بياكلوش القرنبيط هياكلوها بالطريقة دي. اول حاجة انا بشيل بس العيدان ديت، انا عايزة اخد القلب اللي من فوق ده الطري. طبعا دول الحبايتين دول مسلوقين. انا بمسك الحبايتين او القلبين كده اللي من فوق دول، وبهرسهم بشوكة عندي في طبق واسع. بتفضلي تهرسيهم كده اهو لحد ما يتهرسوا خالص. بس اللي وصلت معايا لحد هنا في الفيديو ما تنساش تصلي على رسول ونذكر الله كتير، انا بذكر الله تطمئن القلوب. بعد ما هرست الحبايتين بتوع القرنبيط، انا بجيب عجينه طعميه زي ما انتم شايفين كده. انا ما باخدش العجينه دي كلها، انا هاخد النص بتاعها بالظبط. هاخد نص العجينه دي وبضيفها على حبايتين القرنبيط، وكمان لسه هضيف عليهم حاجات تانية هتغير من الطعم وهتخلي طعم القرنبيط او عجينه الطعميه يعني حاجه تانية خالص. هيبقوا الاتنين مع بعض، بس فيهم هنحط حاجات كده اضافات تانية. في ناس ما بتحبش القرنبيط، في ناس ما بتاكلهوش، والقرنبيط ده مفيد جدا. فالطريقه دي حلوه. اول حاجه انت هتخبي القرنبيط جوه الطعميه. كل الولاد بتحب الطعميه، لكن اغلبهم ما بياكلوش القرنبيط. انا بضيف بعد كده حبايتين من البيض او بيضتين على القرنبيط وعجينه الطعميه دي. الوصفه دي حلوه. يعني خلصت معايا بصراحة. اول ما عملتها ما كانوش القرنبيط ده لما كنت اعمله بصراحة كان ما كانش بيخلص. كان بيقعد عندي، الولاد ما كانوش بيحبوه اصلا، وكان بيبات عندي. البهارات عندي حطيت بصل بودر وتوم بودر وبابريكا وملح. الملح بتظبطيه على حسب البيض والقرنبيط، لان عجينة الطعمية اصلا بنشيلها وفيها ملح. وكمان بحط معلقة من كيس بهارات البرجر، او لو عندك اي بهارات تانية تحطيها، بهارات كفتة، بهارات فراخ، بهارات لحمة بتحطيها. اي بهارات عندك بتحبيها بتحطيها. وبحط كمان معلقة من الكزبرة، ونص معلقة من البيكنج باودر زي ما انتوا شايفين كده، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، مش اكتر من كده. وبقلب الخليط بتاعي كويس. بس انا نسيت احط حاجة تانية هحطها دلوقتي معاكم. اللي وصلت لحد هنا يا حبايبي ما تنساش تدعمني باللايك. دلوقتي انا هحط معلقة من النشا، انا كنت ناسياها. وكمان هنحط معلقة من الدقيق. بص الخليط شكله ازاي، يعني القرنبيط اختفى جوه عجينة الطعمية ومع البيض اختفى تماما. هنحط هنا المعلقة بتاعة البيكنج باودر. بس عايزة تشجيع منكم، بالله عليكم تشجعوني بلايك، ارفعوا الفيديو، الله يكرمكم كده ترفعوا الفيديو. وكمان معلقة من الدقيق. وحركنا الخليط طبعا خالص. انا بسيبها دلوقتي تريح في التلاجة لحد ما انا اقلي الحاجات اللي انا بعملها مع العجينة دي او العجة بتاعة القرنبيط. هنا انا قليت او هبتدي اقلي معاكم العجة، اسمها عجة القرنبيط دي. العجة دي حلوة جدا. بسخن الزيت زي ما انتوا شايفين وبعمله بالمعلقة. طبعا انتوا ممكن تعمليه كور زي الطعمية او زي عجينة البرجر، ممكن تكوريها. بس انا لاني بصور بالكاميرا، انا ماسكه التليفون بالايد وبالايد التانية بعمل بيها بشتغل بيها، فمعرفتش اكورها معاكم. فلقيت ده اسهل حاجة ان انا اعملها كده بالمعلقة، وبضغط عليها من فوق علشان تديني شكل القرص شوية. بتبتدي تملي الطاسة بتاعتك. في الفيديو ده انا طبعا قبل عجة القرنبيط انا كنت قالية شيبسي، عملت شيبسي، والشيبسي زي الجاهز بالظبط 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 بدون مية مغلية. انا هوريك الشيبسي في اخر الفيديو هتشوفيه ازاي. وباذن الله هنزل لكم طريقة الشيبسي اول ما منتج بس الفيديو بتاع الشيبسي. هحط يعني هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. وكمان ممكن تدخلي على القناة عندي وتدوري على الشيبسي اللي انا عملته. اول ما بلاقي العجة بتاعتي زي اللي استوت كده اهو من فوق شوية او من تحت احمرت، بروح بقلبها على الناحية التانية بالظبط زي عجينة الطعمية زي ما بتعمليها. بس العجة دي حلوة. اولا ما بتشربش الزيت معايا، وبتتنفخ. بص اتنفخت ازاي، ما شاء الله عليها، حلوة جدا. والطعم والله العظيم تحفة.
يعني الولاد اكلوا العجة وما افتكروش ان فيها اصلا عجينة القرنبيط او فيها قطعة القرنبيط، لانهم اصلا عندي ولادي ما بيحبوش القرنبيط، كل ما اجيبه ما بيرضوش ياكلوه بصراحة. فانا قلت لازم ياكلوه المرة دي. وكمان زي ما انتوا شايفين احنا في اخر الشهر والميزانية مخرمة معانا، فاحنا قلنا لازم نعمل غدوة سهلة وبسيطة ومش مكلفة وفي نفس الوقت اقتصادية وموفرة وكمان طعمها حلو. احنا هنا خلاص بنطلع العجة بتاعة القرنبيط بتاعنا، بس اللي وصلت لحد هنا معايا يا بنات ما تنساش تعمل لي لايك، ترفعوا لي الفيديو. مش هتخسري حاجة لو نزلتي تحت الفيديو تعملي لايك عليه عشان ترفعيه عشان غيرك يشوفه. زي ما انتوا شايفين كده انا بحط الحطة التانية او بقية العجينة او العجة بتاعة القرنبيط. ما ننساش نصلي على الرسول ونذكر الله كتير. انتوا بتعملي الاكل او انتوا بتغسلي المواعين بتلاقي فيه بركة وما بتحسيش بالوقت، بتلاقي الوقت خلص معاكي بسرعة والاكل فيه بركة اقسم بالله وطعمه حلو كمان. هنا انا خلاص وصلت لنهاية الفيديو، خلصت العجة بتاعة القرنبيط. بصي لا شاربة زيت ولا نية من جوه، ما شاء الله عليها، تحفة تحفة حلوة جدا. انا هقطع لك واحدة تانية كمان عشان تشوفيها. انا كنت صايمة ساعتها عشان كده ما عرفتش اكل منها، بس اقسم بالله طعمها حلو. طبعا انا كنت عامله معاها يلا اديني لايك، بقولك اعملي لي لايك يلا ما تستخسريش وانزلي اعملي لي لايك. قالت معاها شطه زي ما انتوا شايفين. انا طلعت منها طبقين، يعني عملت لي غدوه محترمه بصراحه. ده الشيبسي اللي انا بقول لكم عليه اقسم بالله طعمه زي بتاع بره بالظبط لانه بدون ميه مغليه. انا هقولك على طريقه حلوه، مهما اي نوع بطاطس معاكي هتطلعيه بالشكل ده، اي نوع بطاطس. هنا ده كان عدس عندي انا عملته، عدس بجبه او عدس اسمر. اللي عايز طريقته برضو يكتب لي في التعليقات وانا باذن الله هنزل لكم فيديو العدس ده. وكنت عامله يعني فضلة خيركم مشي كده اهو حطيته معاهم. والله والغدوه دي حلوه، اتغدينا والحمد لله وزي الفل. بس انا عايزه اوريك كده الشيبسي. بص الشيبسي عامل ازاي، بص الصوت. لو اي نوع بطاطس عندك، اي نوع عندك هتطلعيه بنفس النتيجه دي بالطريقه اللي انا هوريها لك. انا بصي بوريك البهارات اللي من تحت عشان اوريك ان الشيبسي ده مش جاهز، ده انا اللي عاملاه في البيت. يلا بقى اللي بتحب المش تعملي لايك واللي بتحب الشيبسي تعملي لايك. وما تنسوش تشجعوني. وفي نهايه الفيديو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واشوفكم باذن الله في فيديو جديد.